وكذلك في كل هذا الكون وفي كل شيء أنت تراه تجد حكمة، كما قال بعضهم: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. فكل شيء في الكون يدل على وحدانية الله، يدل على عظمة الله، يدل على اتصاف الله جل وعلا بالصفات العظيمة وبالصفات الجليلة، يدل على قدرته وعلى حكمته وعلى علمه وعلى سعة قدرته جل وعلا. فكلما تأملت في هذا الكون تخرج البهيمة العجماء التي لا تفهم شيئا، فمنذ أن تولد في ساعتها إلا وتبحث عن ثدي أمها لترضع. من الذي ألهمها هذا؟ إنما ألهمها الذي خلقها وقدر لها هذا فهداها لما يصلحها ويصلح شأنها في معاشها. تجد الطائر وهو صغير لا يعرف شيئا قد خرج وهو يحاول الطيران، وهو لما يريش بعد ولا يستطيع أن يطير. من الذي ألهمه هذا؟ تجد العقرب تخرج وهي صغيرة، فإذا وطئت عليها ضربتك بإبرتها. من الذي ألهمها هذا؟ ومن الذي هداها لهذا؟ وهكذا في كل هذه الكائنات هداها الله جل وعلا لما يصلحها، وألهمها الله سبحانه وتعالى سبل عيشها فتعيش بما أراده الله جل وعلا لها. فإذا تأملت في هذا الكون يمنة أو يسرى، فوق أو تحت، يمينا وشمالا، أماما وخلفا، إلا وتجد عظمة الله سبحانه وتعالى، عظمة الله جل وعلا. كما سئل أعرابي قيل له: كيف عرفت الله؟ قال: الأثر يدل على المسير. الأثر، إذا وجدت أثر أقدام يدل على أن هناك من سار في هذا الطريق، الأثر يدل على المسير. قال: فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير؟ هذا أعرابي لم يدرس ولم يتعلم ولم يعرف، لكن بفطرته هذا الكون يدل على العليم الخبير سبحانه وتعالى. إذا تأمل الإنسان في هذا الكون يجد عظمة الله جل وعلا. ولا بد للإنسان من جلسة يتأمل فيها، يخلو فيها بنفسه، يتأمل فيها خلق الله ويتأمل فيها هذه الكائنات، فإن ذلك مصلح للقلوب. ذلك مصلح للقلوب لأنه يشعرك بعظمة الله جل وعلا. ومثل هذه الكلمات التي تأتي أحيانا أثناء الدرس وهكذا لا يملها الإنسان، فإن فيها نفعا لقلوبنا جميعا. فإن هذا الكون وهذا الخلق يدل على عظمة الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتفكر في خلقه، أمرنا أن نتفكر في أنفسنا، أمرنا أن نتفكر في السماوات والأرض، أمرنا أن نتفكر في مخلوقاته لنعلم عظمته ولنعظم الله عز وجل ونقدره حق قدره جل وعلا.